هنعمل النهاردة مع بعض السبانخ النهاردة بتاعتنا. طبعا دي أكلة شتوية جميلة جدا، وأكلة من أيام كده أمهاتنا وأجدادنا. هنعملها النهاردة بالحمص ومن بواقي لحمة مفرومة متعصجة عندك، هنعملها بيها وهنعمل رز حبة وحبة. وتابعي بقى معايا الفيديو. لو أول مرة بتشوفي قناتي أنا مطبخ يسرى، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا هنبتدي. أول حاجة هنا في حلة كده على النار فيها معلقة سمنة كبيرة، وهنضيف عليها كده بصلاية متقطعة، يعني بصلاية كده متوسطة، هتبقى كده متقطعة صغير. وهضيف عليها هنا حمص الطبيخ، انا ببقى منقياه وغسلاه كويس ومنقعاه قبليها كده بساعتين. وهبتدي اضيفه كده على البصل، وضفت عليه كده مكعب من مرقة الدجاج وملح وفلفل اسود، بيدوكي ليه طعم وريحة حلوة قوي. هسيبه كده مع البصل تقلبتين كده مع البصل. وبعد كده هبتدي كده ان انا هضيف بقى هنا اللحمه المفرومه المتعصجه عندي ديت، كان حوالي كده معلقتين. ما عندكيش لحمه مفرومه متعصجه وعندك لحمه مفرومه نيه عادي، ممكن برضه هتضيفيها. هسيبها بقى تفك كده وتسخن مع الحمص كده والبصل. وبعد كده ضفت كوبايه من عصير الطماطم متسبكه. وهنا كان عندي شوربه ضفتها، ما عندكيش شوربه ممكن تضيفي ميه. وهغطيها بقى واسيبها تغلي لحد كده ما الحمص يستوي معانا. بعد كده هنا الحمص كان استوى معانا وبقت تمام. ابتديت بقى ان انا اضيف كده السبانخ. انا السبانخ دي كنت جايباها كده من اول الشتاء، وكنت مفرزاها في الفريزر. فقلت بقى اطلعها، وكان عندي اللحمه المفرومه معصجاها، قلت اما اعمل معاكم الاكله الحلوه دي. هسيبها بقى كده لحد ما هتفك، وهبتدي بقى ان انا هعمل التقليه كده بتاعتها. معانا هنا كزبره، هنا حوالي كده حزمتين من الكزبره الخضراء. وهبتدي ان انا قطعتها كده، خرطتها وبعد كده غسلتها كويس وصفيتها. ومعايا توم، وكميه توم كده تبقى محترمه معاكي تديكي طعم حلو. وهنبتدي بقى ان احنا كده ندقهم وتدقيها تبقى ناعمه. هنا هضيف بقى على السبانخ كده معلقه كده من الكزبره والثوم اللي احنا عملناه، بتديكي ريحه حلوه قوي ليها. وانت كده بتعمليها برضو طعمها بيبقى جميل. وهغطيها بقى وهسيبها ان هي تكمل بقى تسيح معايا كده السبانخ من التلج وتغلي. هنا بقى هنبتدي نعمل الرز. هنا معانا زيت على سمنه، وحطيت هنا كده يعني انا بعمل الرز دلوقتي حبه وحبه. غسلت الرز، وبعد ما غسلته اخدت كده هو حبه رز كده، يعني حوالي نص كوبايه كده من الرز، وحطيتها كده. وكنت مصفياها طبعا، ما هو مغسول بيبقى متصفي. ولحد كده ما حمرتها وعطيتنا اللون اللي انتوا شفتوه. وبعد كده ضفت عليها بقى الرز كده، وهبتدي ان انا اديته كده معاها تقليبه. وبعد كده ضفت الملح وضفت فلفل اسود. هنا الفلفل الاسود بيديكي طعم جميل جدا للرز اللي هو حبه وحبه. هسيب بقى الرز كده، هفضل اقلب فيه لحد ما يتغلف كده او يتشمع مع السمنه والزيت. وكل كوبايه من الرز المصري بتاعنا عليها كوبايه ميه. هبتدي بقى هضيف الميه كده بالتدريج، وابتدي ان انا اقلب كده عشان الميه كده تخش في الرز، والميه تبقى سخنه او مغليه. وهبتدي كده زي ما قلت لكم، هحط بقى الرز عليها بالتدريج واقلب لحد كده ما اشوف الرز وصل معايا كده في الحله لحد هنا كده لحد سطح يعني هي الميه هتقول تبقى له عايزين مغطيه كلمتها سطح كلام مش الرز تفهميها. بتاعي. طب وبعد كده هسيبه كده يغلي ويغلى معايا وتشرب خلاص بقى، وطي عليه، قلبه ووطي عليه. هنا بقى السبانخ معايا اهي. بصوا بعد ما فكت كده هبتدي ان انا هضيف لها هنا معلقه كبيره من الصلصه الجاهزه، برضو هنا بتعزز اللون بقى بتاع الصلصه بتاعها كده وتديكي لون حلو. وهغطيها بقى تكمل وتغلي كده معانا. هبتدي بقى بصوا بعد ما يعني قبل كده ما هخليها تغلي، ضفت عليها رشة كمان تاني من الفلفل الاسود، هديها ريحة حلوة ريحة حلوة كده وطعم حلو. هنبتدي بقى دلوقتي نعمل مع بعض التقلية. هضيفها كده في معلقة ونص كبيرة من السمنة اهي. وهبتدي كده اقلبها ايدك كده بالتقليب فيها لحد ما هتلاقي الكزبره معاكي كده بتنشف، والثوم معاكي عطاكي اللون الاصفر ده كده. وهنا ابتدت معايا السبانخ كده غلت خلاص. هبتدي بقى هنزل كده بالتقليه بتاعتنا، ونزلت بالتقليه. وبعد كده اخدت حبه كده في الطاسه زي ما انتوا شايفينها، ونزلت بيها تاني اهي. خلاص بقى كده هديها غلوة واحدة بس بالتقلية واطفي عليها خلاص. هنا بقى بوريكم كده الرز كان جاهز كده معايا اهو. وتعتبر يعني تعتبر ديت اسهل اكله واسرع اكله حلوه ومش مكلفه واقتصاديه معاكي. هبتدي بقى ان انا هضيف كده، هحط بقى في الطبق كده السبانخ. بصوا بقى جمال لونها وشكلها عامل ازاي.
وهنضيف كمان دلوقتي بقى مع بعض الرز كده، حبيت احطه بقى في الاشكال اللي هي بتاعت الرز ديت كده اهو. بصوا جمال برضو الرز كده مفلفل معانا وفي منتهى الجمال. بصوا بس اهم حاجة جمال السبانخ عاملة ازاي، والرز كمان في منتهى الجمال. بصوا دلوقتي بقى نحطه بقى الاتنين على بعض كده، وهتشوفوا بقى جمال الرز، وبرضو هتلاقيه بصي مفرفر وجميل ازاي الرز معانا. ولو عجبكم بقى النهاردة الفيديو اكتبولي في الكومنتات وقولولي ايه رأيكم، واستنوني في فيديوهات جديدة. مع السلامة.